السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. جالي كلام فيديو جديد. طبعا زي ما انت شفت في عنوان الفيديو، بند حظر ارقام الواتساب، بند حظر جديد. تابع الشرح لحد الاخر عشان تعرف كل حاجه عن البند وتعرف تحضر بيه ارقام كويس. وهسيب لك لينك البند في وصف الفيديو. بس الاول كده، لو انت مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ولا كومنت الفيديو صلى على النبي. يلا نبدا الشرح ونحضر. عندك نسخ الارقام، نسخ العكس الاساسيه. أهم حاجه نسخ العكس اللي نستخدمها تكون النسخ كلها اساسيه. تمام. فطبعا كله عارف ان في الفترة ديت البنوك اتغيرت وبقى الحظر مش سهل زي الأول. فلازم يكون عندك اللي هو على الأقل يكون رقم تفنيش كده عشان تقدر تحظر بيه بكل سهولة وما تواجهش أي صعوبة في الحظر. غير كده هتحظر بنسخ كتير، يعني معاك 5 نسخ، 6 نسخ، 8 نسخ. البند المرة دي هيكون ايه؟ ب8 نسخ. تمام. يكون عندك أرقام أساسية أو أرقام قديمة شوية على الأقل، متكونش أرقام جديدة يعني. تمام. عندك نسخة أساسية، خش على النسخة العكسي كده، فعل زر العكس طبعا بتاعك، فعل الزرار. سيب لك النسخ دي في وسط الفيديو، النسخ دي متحدثة طبعا. تمام. فانت هتجيب الرقم اللي انت هتستحضره. طبعا في عين زرار هنجيب رقم بس كده، هتجيب رقم عشوائي هنجرب بس عليه كده واشرح لك عليه. مثلا ناخد الرقم ده، رقم متجر اعمال عادي يعني. تحط الرقم كده من هنا لصق. مش عارف في ايه. طيب ما علينا، تكتب اي رقم. تمام. حط رمز الدولة بتاعك طبعا، إذا كنت رمز دولة بتاعت مصر أو السعودية أو المغرب هتحط رمز الدولة بتاعتك. هتخش على الشات. تمام. طبعا هتحط البند في قلب الفيديو. هقول لك دلوقتي كل حاجة بتاخد كل حاجة. البند بس أنا مش هقدر أحذر البند في قلب الفيديو. البند هيكون هو ده، البند هيكون باللغة الهندية وهو ده البند. تمام. بس بعرفك شكله من الأول، هيكون هو ده اللي هسيبهولك في وصف الفيديو. هتحط البند بالشكل ده مثلا في قلب الشات. تمام. هتعمل ايه؟ هتطلع هنا كده، تيجي عند الإبلاغ عن. طبعا نسخة ضرب إبلاغات، والإبلاغات بتاعت سريعة جدا. الشاشة ثابتة عند الإبلاغات. هتديله كام إبلاغ من هنا؟ اديله 30 إبلاغ من هنا. تمام. أفضل اديله إبلاغات كتيرة من هنا، يعني لو أكتر من 30 عادي. كل ما انت بتكتر في الإبلاغات بتخلي الرقم يطير معاك أسرع. فانت كتر في الإبلاغات عادي جدا، أنا متقللش عنها. كتر في الإبلاغات. بدك اديله إبلاغات من برا الشات. تمام. لحد ما تخلص ال30 إبلاغ أو عايز تكتر عادي. تمام. ده يسرع إن الرقم يطير أسرع. بعد ما خلصت البلاغ بتاعتك من بره الشات، هتنزل تحت كده جوه الشات، تحدد على البند، تقول اللي هو ده البند. هتعمل عليه إبلاغين اتنين بس، إبلاغ والتاني على قلب البند، مش من دي، لأ على البند ذات نفسه. خلاص إبلاغين على البند، تفضل بقى تديله بتاع 10 إبلاغات من هنا الشكل ده. 5، 6، 7، 8، 9، 10. اديله برضه كمان كام إبلاغ، زود عادي. يعني انت مش هتاخد وقت منك في الإبلاغات، فكتر في الإبلاغات عادي. ده تخلي الرقم يطير معاك أسرع. تيجي عند آخر إبلاغ هتفعل علامة الصح وتعمل إبلاغ بقى. تمام. بس كده تطلع من النسخة دي، تخش على النسخة اللي بعدها وتعمل نفس الحوار اللي انت عملته في النسخة دي، بس الإبلاغات تكون سريعة والرقم يكون متصل ساعتها. نفعل زرار العكس. تمام. دي كانت 3 نقط، رسالة الرقم غير محفوظ. هتحط الرقم كده كوبي، وتحط البند بتاعك اللي هو البند ده، الكود الهندي. تمام. وتطلع الرقم كل ده يكون متصل. تطلع تديله كم 30 إبلاغ بتوعك من بره الشات من هنا بالشكل ده. تفضل تديله إبلاغات وتخش جوه الشات إبلاغين على البند ذات نفس اللي هو الكود ده، وبتاع 10 إبلاغات من هنا. وتفعل على الأخير، تفعل علامة الصح وتديله إبلاغ وتطير بالشات. تمام. خلصت الإبلاغ بتاعتك كلها من كل النسخ. خلصت الإبلاغ بتاعتك كلها بقى. هتعمل ايه والرقم لسه متصل؟ تمام. هتطلع بقى من نسخة واتساب تكون فاضية،
أو من إن أنت عكست عليه بيهم، بس يكون من أول نسخة أو تاني نسخة مثلا يعني، والرقم يكون متصل. هتفك الحظر والرقم اللي أنت كنت بتعكس عليه بقى، خش تبعتله رسالة. طبعا أنت هتقفل زر العكس، هتخلي تبعتله رسالة عادية مثلا السلام عليكم، تبعتله أي حاجة تخلي الرقم ده يرد عليك، تبعتله أي كلمة ازيك ممكن خدمة، يعني تبعتله أي حاجة خالص. بس مش هتكون كده، هتقفل زرار العكس، تخلي الرقم يرد عليك، وبعد ما يرد عليك كده خلاص تضمن كده إن الرقم ده هيطير معاك. هو بقى يطير امتى؟ ده بيكون على حسب قوة الرقم، يعني في أرقام ممكن تطير معاك في نفس الوقت، ممكن أرقام تطير معاك بعد ساعة، على حسب قوة الرقم هيطير معاك. يعني البند مضمون شغال 100%. هسيبلك البند في وسط الفيديو، يعني خش قدر إنه واعمل شغل القناة وفعل زر الجرس ولك كومنت الفيديو عشان يوصلك كل جديد. خش اشترك في قناة التليجرام، بنزل هناك كل حاجة، بوزع هناك أرقام فيك وكل حاجة هناك بتحصل في قناة التليجرام. فهسيبلك اللينك بتاعها في وسط الفيديو، خش فيها هتفيدك جدا. كل فيديو بنزله هناك الأول يعني هتشوف فيديوهات على طول، وحاجة تكون بأول بأول. يعني البند عشان تحضر بيه لازم تكون من أول المستخدمينه عشان البند يشتغل معاك بنسبة 100%. واللي مش عارف يحضر بالبند ده الشباب يخش يكلمنا على التليجرام ويحضره اللي هو عايزه عادي جدا. تمام. كده وصلنا لنهاية الفيديو. سلام يا شباب.